نبدا موجود. اما فيزيكمون ما حضرتش عليه، ما تعرفوش، فهمت؟ يعني سيت اون لاكون في الاكسبور بيان سور، خاطر عندنا برشا زاد مواد حساسه، مواد خطيره كيما الديشي تاع النحاس، المواد الحديديه ولا الالومنيوم، وهذوما يعني مواد يعني خاضعه لاداءات ومعاليم ديوانيه، فهمت؟ عندنا كادر اللي تلميني كادر تاع النحاس صدرت من غير حتى فورماليتي تاع الديوان، صدرت جبدنا بها 20 كادر وديجا لافير عند اداره ابحاث الديوان. ثم اشكاليات اخرى سيد الوزير، الاول واحد يحاول يطرحها الكل. تو انا مثلا نحكي لك على شخصي مثلا، انا عندي رايد ثم شكون ولد دولتي تو ماخذ كهيئه مدير. انا هنا تو في المصلحه هذيا اعطيني مكلف بمصلحه الوصف والرفع يعني ما عنديش حتى خبره وظيفيه، فهمت؟ وبورتون سيد الوزير تو عمل 9 سنين رئيس مكتب في المكاتب الحدوديه. 9 سنين نعمل رئيس مكتب في المكاتب الحدوديه. انت في رايك علاش نصف؟ الله اعلم. انا الناس حتى الوسام اللي خديته انا ثم هذه نطرحوها، هذه من الاشكاليات. الوسام يعطيوه في الاداره، ثم شكون اللي باش يتقدم به وثم شكون يحرقوه به، يعني يبدا يحس بروحه مش مهان. يا سيد الوزير، راهو انا بكل صراحه انا نحب نتكلم، راهو ما فماش تغيير في الديوانه صار في العامين الثمانينات. قدم كراماتي انا رائد قندري العربي. احنا هنا كضباط سيفيل ايوه احنا كضباط هنا شفنا نحب نشوف ثوره في الديوان. احنا كنا اول ناس وقفنا هنا ضد التهريب اللي صار وقت ليبيا يضرب فيها الكرتوش والواحد ويعدوا لها في التلفز وفي الكليماتيزور وفي كل شيء كل يوم، وتصدينا وعملنا اضرابات للشكل هذا للشيء هذا بالذات، وما صارش حتى تغيير من النهار هذاك لليوم. احنا في نفس الاشكاليات. الضباط ما يحبوش يتكلموا صحيح، لكن شوفوا كل يوم انت كان تلاحظ الكونترا اللي صارت ولا الوحيد المحجوز نتاع طرابلسيه ما تلقاش منه حتى شيء هنا. ونأكد لك هذا بغايات وناس والسرقه وصار فيها تو تسهل ليبيا تلقى السرقه معبيه في البركه هنا. ثماش كونتينير ما يجيك شارع مش مسروق. علاش الليبيه يختاروهم. انا حضرت في اجتماع شنو يعرفوا الكونتينر؟ يعرفوه سي بلي يخدم في دي الليبيه كانوا باش يخدموا هنا يتسرق في البرد هنا فضيحه راه. شكون يتسرق ناس سرقويه ما فماش كاميرات شكون يسرق مخلطه، فما لي زاجونس فما ما نعرفش انا ثم تجي من برا زاد. اي حملنا اشكاليات هذه ما نجموش نشوفوها، وهذه نشوف فيها كل يوم يجيك يحكي لك يقول لك سنه تتسرق تحكيش مع روحك مره ديوانه مره ستا مره ما نعرفوش انا جهاز مكلف باش يحمي الشيء هذا خلف هذا الاشكال تما هي عمليه بسيطه ياسر، ماهيش ممكن بالنسبه للشركه نتاع الشحن. ديجا احنا بما دو فوا في كل اجتماع اللي يحطوا الحاويات بورتا بورت، يحطها بورتا بورت يعني باب مقابل باب، ما عادش تتم عمليه السرقه، يعني ما تطلبش مجهود كبير ياسر، فهمت؟ يعني عمليه بسيطه مانيش عارف علاش حتى بورتاكول بالضبط شكون يحطها؟ هما جماعه الاسلام هما اللي عندهم الاليات اللي باش تنقل الحاويات، فهمت؟ نورمال الحاويه تكون حاويه كل باب مقابل باب باش ما تصيرش حتى عمليه سرقه، يعني عمليه بسيطه ياسر، هي ماهيش عمليه سامبلومون با. هما توا السيد المدير رئيس نتاع ستام ساعات يضغط على العوالم نتاعهم يتبقينا يمشيوا فتره معينه وبعد ترجع كما كنت.